ويا صباح الهنا، يا صباح الورد، صباحكم رزق ان شاء الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ صباحكم بحر، جو حر. قلت اخد لكم لقطه كده واحنا على البحر. ربنا يا رب يرزقني ويرزقكم جميعا وسع البحر ده كده كل ما نتمناه ان شاء الله باذن الله. قلت اصبح عليكم كده بالمنظر الجميل ده. شايفين الميه وجمالها وروقانها؟ تعالوا بقى نعمل النهارده اكله مع بعض حلوه. وبصي تقريبا كده ولادنا كلهم بيحبوها وسهلة في نفس الوقت. في الصيف دايما نختار الاكلات اللي ما توقفناش كتير في المطبخ، يعني بنعمل اكل بس نختار الحاجات اللي ما تاخدش مننا وقفة طويلة في المطبخ. احنا جبنا كده بصلاية، تمام، عملنا عليها معلقة سمنة بلدي كده، وبعد كده بدأنا نقلبها، حطينا عليها معلقة كركم ونزلت عليها برشة صفار زعفران. دبلت معايا بس، يعني هو كده البصل، اللون اللي في البصل ده من صفار الزعفران اللي نزلته عليه، انما بعد ما يستوي الرز خلاص مش هيبقى فيه اي لون يعني، عشان مش عايزه البصلايه تاخد لون، هي كده لونها بس من صفار الزعفران. ظبطت ملحي، هو كل اللي حطيته عليه بس هو صفار زعفران و اللهم صل عليك يا نبي وكركم، بس على كده وملح. ابدأي بقى كده ظبطي ميتك. على فكرة الطريقة دي للرز جميلة، ده رز مصري عادي جدا، وساعات على فكرة بعمله من غير بصل، انا قليل قوي لما بعمله بصل، المرة دي قلت تغيير، بيبقى خفيف وجميل جدا، احلى بقى اما تحطي عليه اي حاجة تانية يعني، واحلى كمان من الرز البسمتي على فكرة، يعني بيبقى اخف بكتير. بس هنظبطه بقى كده ونستنى بقى لما يبتدي يشكشك معانا كده، ونغطي عليه ونوطي. تمام. هنا كده معايا ديا بانيه. البانيه توابله ملح وفلفل وكزبرة، وحطيت توابل فراخ وشوية جنزبيل، ودي عندي توابل اسمها توابل الشرق الاقصى، حلوة قوي. قلت اجرب منها برضو رش على الفراخ، انا اصلا جايبها للبطاطس. الماركه دي اسمها ويلز، ماركه مصريه. كنور مقاطعه يا جماعه، فما بقيناش نجيب كنور، ادينا بنسكر بعض يعني، وده اضعف الايمان. فكنور مقاطعه، الماركه دي اسمها ويلز، حلوه وبتبيع برضو حاجات سايبه، يعني مش اكياس بس. تمام. بدأت كده رشيت التوابل بتاعتي كلها، ونزلت بنص ليمونة، ونزلت بمعلقة خل. دي تتبيلة البانيه، ومش دايما معتمداها، انا كل مرة بعمل تتبيلة شكل، يعني مش شرط كل مرة هي نفس التتبيلة. وخليت النص ليمونة موجود كده، وبدأت ادمج كله بقى كده زي ما انتم شايفين، بحيث ان كله يشرب من التتبيلة. وهسيبه بقى شوية كده، 10 دقايق ولا حاجة، وبعدين هنشوف بعد كده هنحط عليه ايه. تعالوا بقى نعمل سلطة. كده كوبايتين زبادي. اللبنيتا ده يا جماعه بصراحه مش حلو خالص، ضعيف ومش مش دسم زي المراعي، وده انا سمعت ان هو مقاطع برضو، فانا مش عارفه، بس المراعي حلو والمراعي مش مقاطعه، بس اللبنيتا لا، ما فيهوش دسم خالص يعني. بصوا كنت بوريكم المايونيز دون علشان برضو هاينز مقاطعه. المايونيز ده ماركه فاين فودز بتاعت مرقه الدجاج، بس على فكره تحفه حلوه خالص زي هاينز بالظبط. ادينا بنذكر بعض كده، واللي بيقدر على حاجة بيقولها للتاني، وده زي ما بيقولوا كده اضعف الايمان، ان احنا شفنا حاجة في مقاطعة فخلاص ما بنجيبهاش. انا عملت ايه بقى يا ست الكل؟ انا نزلت بكوبايتين زبادي، وعليهم معلقة سكر كبيرة، معلقة كبيرة من بتاعة الاكل اللي احنا بناكل بيها دي، حلو كده. وهحط خل كمان دلوقتي، اصبروا عليا دلوقتي بس هحط خل. ايوه الخل جه اهو، معلقتين خل كبار كده. تمام. السلطه دي احنا بنعمل مع بعض سلطه الكولسلو او سلطه الكرومب. تمام. السلطه دي ملهاش مقادير بالظبط، ليه؟ لان كل كميه على حسب، انت ممكن تاخدي حته من الكرومبايه، ممكن تعملي الكرومبايه كلها. تمام. فانتي بتظبطي في الاول مقاديرك زي ما انا بقولك كده، وبتبتدي بقى تشوفي في خل ناقص، لا هي ميزز شويه، محتاجه شويه سكر تزودي لها. ودايما اعمليها قبل الاكل، يعني ابدأي بيها الاول عشان تتحط في التلاجة، لانها كل ما تتحط في التلاجة بتبتدي بقى الصوص ياخد ويدي مع بعضه كده، وبيغير طعم الكرنب وبتبقى التحفه. على فكره حطيت لبن كمان، يعني مع الزبادي حطيت لبن. والسكر انتي لو ما عندكيش عسل، انا ما كانش عندي عسل فحطيت سكر عادي يعني. ده كده البانيه كسرت عليه بيضايه، ودي طريقتي يا جماعه من زمان، انا من النوع اللي ما بحطش بيض وبقسماط ودقيق، لا. القصه الحزينه دي بصراحه ما بعملهاش، يعني ماشيين بالعلاج ومش قادرين، فكلها يعني طريقه واحده.
فايه لازمته بقى؟ عمري ما عملت الحكايه دي ان انا احط طبق فيه بيض وبعدين طبق فيه دقيق وطبق بص. انا بخليها كده 10 دقايق تاخد من التتبيله، وبعد كده خلاص اكسر عليها بيضه بقى بيضتين على حسب. الرز معايا كده كان قرب يفلفل، شايفين الجمال؟ والسلطه بقى كده بصوا انا بغرف كده، كانت قعدت لها بقى في التلاجة ساعه، خدت ودت مع نفسها كده، كانت تحفه. ويا ريت ما تنسينيش في اللايك وكومنت، قمر منك بيساعدني. ربنا يسعدكم جميعا يا رب وينولكم كل اللي بتتمنوه. بص البانيه كنت بوريكم الطبقه بتاعته جميله ازاي. انزلوا بقى قولي في التعليقات تسلم ايدك يا هنا. ما تنسيش بقى تعملي لي لايك حلو منك واشتراك في القناه ودوسي علامه الكل علشان كل ما انزل فيديو تشوفيه وتشجعيني. وربنا يخليكم ليا اخوات واصحاب وامهات، ربنا يخليكم ليا. باي باي.